النهاردة تقييمات الأسبوع الأول مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي الصف الأول الثانوي. أول حاجة هنحل الاختبار رقم واحد. ما المقصود بشبكة الكمبيوتر؟ برنامج لتخزين البيانات؟ لأ. مجموعة أجهزة متصلة تبادل البيانات؟ دي الإجابة الصح معانا، لأن شبكة الكمبيوتر أو الشبكة عبارة عن أجهزة كمبيوتر أو موبايل أو أي حاجة تكون متوصلة مع بعض عشان تبدل المعلومات. أيضا مما يلي يعد مثالا على شبكة محلية اللان. طبعا اللان بتكون على مسافة صغيرة، لأن الوان هي اللي بتكون على مسافات كبيرة. فشبكة أجهزة داخل مبنى واحد دي مسافة صغيرة. أيضا مما يلي يعتبر وسيلة اتصال لاسلكية هتكون الواي فاي، لأن كيبل كابل وكل ده بيحتاج وصلات. فالواي فاي هو الوايرلس. أي نوع اتصال يتميز بأعلى سرعة في نقل البيانات؟ أعلى سرعة في نقل البيانات هو الألياف الضوئية، لأنها بتكون بسرعة الضوء. تمام. ما وظيفة ال IP؟ بيحدد موقع الجهاز على الشبكة. يتكون عنوان ال IPv4 من 4 مجموعات من الأرقام. مثال مثلا اللي هي 192.168.1.1، فدي 4 خانات، يبقى 4 مجموعات من الأرقام. اختبار 2. شبكة تغطي مساحة جغرافية كبيرة دي الوان، اللي تغطي مساحة جغرافية صغيرة اللان، فمساحة جغرافية كبيرة الوان. في نمط البير تو بير. في البير تو بير بتكون غير مركزية بدون خادم رئيسي، لأن كل الأجهزة متساوية مفيش سيرفر. تمام. يبقى غير قادرة على مشاركة الملفات. تقنية البلوتوث تستخدم في ربط الأجهزة القريبة زي الموبايل والسماعة والكلام ده كله، يبقى ربط الأجهزة قريبة المدى. من عيوب الاتصال اللاسلكي قلة المرونة، لأن محتاجة كيبل وصعب الحركة. تمام. يبقى المرونة. أي من التالي يمثل مثال صحيح على عنوان ال IP؟ الإجابة اللي هو بيتكون من 4 خانات، فتكون الإجابة باء دي دوت عامة. تمام. ده المثال اللي كان معانا فوق. هنا فائدة أسماء النطاقات اللي هي الدومين نيمز. طبعا استبدال عنوان الاي بي باسم سهل. تمام. طبعا جوجل دوت كوم ده بيحول طريق اي بي. تمام. يبقى استبدال عنوان الاي بي باسم سهل التذكر. ده اللي هو مثلا بتكتب مثلا معرفش او الاسم كذا او اي حاجة جوجل دوت كوم، فده اسمه الدومين. فده بيستبدل لك عنوان الاي بي ادرس بتاعك بحاجة بدومين نيم عشان تكون سهل ان انت تفتكرها. تمام. اختبار 3. اي نمط شبكة يعتمد على وجود خادم رئيسي؟ الكلاينت سيرفر. الكلاينت او السيرفر ده محتاج خادم رئيسي. ما فوائد استخدام الشبكات؟ مشاركة المعلومات بين الأجهزة. تمام. أو مشاركة الموارد المعلومات. أي من التالي يعد طريقة اتصال سلكية؟ طريقة اتصال سلكية ممكن آه، ممكن إيه الواي فاي، لأن ممكن يكون سلكي عن طريق مثلا أنت بتوصل الكيبل باللابتوب بتاعك. تمام. تمام. احنا هنعدل السؤال ده، لأن الواي فاي
اتصال لاسلكي. طبعا الاتصالات السلكية يبقى فيها كيبل، تمام، أو كابل الألياف الضوئية. يفضل استخدام الاتصال السلكي لأنه آه، ممكن أكثر استقرارا وأمانا. عشان كده يفضل يبقى لازم تكون حاجة كويسة. أقل أمانا دي حاجة مش كويسة، وبطيء يتأثر بتخفيف، فيبقى أكثر استقرارا وأمانا دي أفضل حاجة. أيوة، مما يلي يمثل نطاق ال IP هتكون أول سنة. تمام. هنعدل السؤال رقم 5 لأن مش هنستخدم ال IP. اسم النطاق اللي هو الدومين، تمام، وبيكون هو عنوان نصي بنكتبه في المتصفح عشان يوصلنا لموقع معين، مثلا اللي هو زي جوجل دوت كوم، أو أو مثلا www.moa.government.ag. تمام. فده بيكون معانا اسم النطاق. الخادم المسؤول عن تحويل اسم النطاق إلى عنوان ال IP ده ال DNS server. هو اللي بيحول اسم الموقع لرقم IP. تمام. كده نكون خلصنا الثلاث اختبارات بتوع الأسبوع الأول باللغة العربية. في فيديو تاني هينزل باللغة الإنجليزي هيكون أحسن، فلو عايز تفهم أكتر ممكن أنت تتابع الفيديو التاني كمان. طيب، ممكن ملخص لكل الأفكار اللي في الأسبوع الأول، وهي إن اللان بتكون على المساحات الصغيرة، الوان بتكون على المساحات الكبيرة، الواي فاي بيكون لاسلكي، الاي بي هو عنوان الجهاز، الدي ان اس بيحول الاي بي، بيحول اسم الموقع لاي بي. تمام. البلوتوث بيربط الأجهزة القريبة، الفايبر أسرع اتصال. تمام. ده كل الأفكار اللي كانت معانا في الأسبوع الأول، وما تنسوش اللايك والمتابعة.